تخيل إنك رايح شغل كل يوم فاكر إنه مصدر رزق وأمان، لكن الحقيقة إنه سبب نهايتك. تخيل إنك ماسك فرشة صغيرة بتحطها في بقك كل دقيقة وإنت فاكر إن ده شغل عادي، في الوقت اللي جسمك جوه بيبدأ يتحول لقنبلة موقوتة. عظامك بتتفتت، أسنانك بتقع، دماغك بتتآكل، وإنت مش فاهم إيه اللي بيحصل لك. القصة دي حقيقية وحصلت في أمريكا في بداية القرن العشرين، واتعرفت بعد كده باسم قضية فتيات الراديوم، راديوم جيرلز. قصة صادمة حرفياً هتهزك. سنة 1917 شركة أمريكية كانت بتنتج ساعات مضيئة في الضلمة باستخدام مادة كانوا شايفينها معجزة العصر، مادة اسمها الراديوم. الناس كانت فاكرة إن الراديوم صحي، بيشفي، بيدي طاقة. كانوا بيحطوه في الكريمات، معجون الأسنان، وحتى المياه الغازية. المهم، المصنع كان محتاج عمالة رقيقة اليدين، فجابوا بنات صغيرين أعمارهم بين 14 و 19 سنة. البنات كانوا فرحانين جدا، وظيفة، مرتب، ومستقبل. ما كانوش يعرفوا إن حياتهم هتنتهي هناك. المدير كان واقف قدامهم يقول لهم: علشان الفرش تبقى دقيقة كل شوية لموا طرف الفرشة بلسانكم. البنات يسمعوا كلام، يمصوا الفرشة، يغمسوها في بودرة الراديوم، يكتبوا أرقام الساعات، ويكرروا العملية مئات المرات يومياً. وكان الراديوم بيدخل جوه الجسم، يستقر في العظام، ويبدأ يدمر كل خلية حية. واللي زود الطينة بلة إن المصنع كان مطفي ومضلم، ولما البنات يخرجوا في الشمس إيديهم ووشهم كانوا ينوروا. والبنات بدل ما يخافوا كانوا يضحكوا ويفتكروا ده حاجة لطيفة. كانوا يسموا نفسهم فتيات الوهج، The Glow Girls. بعد شهور بدأت بنت تطلع عليها أعراض غريبة، وجع رهيب في أسنانها، نزيف في اللثة، خراجات بتتفتح من غير سبب، عظم الفك بيتآكل حرفياً. الدكاترة ما كانوش فاهمين، يخلعوا سنة يرجع المكان يتعفن ويتخرم، يجربوا أدوية مفيش فايدة. وبعدين ظهرت بنت تانية بنفس الأعراض، وتالتة، ورابعة، وخلال سنة نص العاملات بقوا مرضى. والشركة كانت تقول دي عدوى، دي أنيميا، دي مش شغلها. في يوم دكتور لاحظ إن العظام بتاعة البنات بتنور تحت الأشعة، يعني الراديوم كان متخزن جوه العظم نفسه زي النار اللي مش بتطفي. الخبر انتشر، الناس اتصدمت، لكن الشركة رفضت الاعتراف. ومن هنا بدأت البنات يرفعوا قضايا. لكن تخيل، كانوا بيروحوا المحكمة وهم مش قادرين يمشوا، عظامهم بتتكسر من أقل لمسة، لسانهم بيتاكل، عيونهم بتفقد البصر. ورغم كده المصنع كان بيصر على إن البنات كويسين وإن الراديوم آمن. واحدة من العاملات اسمها جريس فراير قررت إنها مش هتسكت. رفعت قضية وبدأت تكشف المستور. اكتشفوا إن المديرين كانوا عارفين كويس إن الريديوم قاتل. والكارثة الأكبر، كانوا بيستخدموا أقنعة واقية لنفسهم ويسيبوا البنات يصابوا من غير حماية. القضية دي هزت أمريكا كلها، والإعلام بقى يسمي البنات المتفجرات البشرية، لأن أجسامهم كانت literally مشعة. واحدة ماتت بعد ما فكها اتفصل حرفياً، واحدة تانية ماتت بعد ما الراديوم وصل لدماغها، واحدة اتعمت، واحدة اتشلت، وعدد كبير ماتوا قبل ما القضية تخلص. لكن البنات انتصروا في الآخر، كسبوا القضية، وتم تغيير قوانين السلامة في المصانع، ولولاهم كان آلاف من العمال هيواجهوا نفس المصير. قصة فتيات الراديوم مش مجرد حادثة، دي درس مرعب للبشرية كلها. كيف إن الجهل والطمع والاستهتار ممكن يحول شغل بسيط لنهاية مأساوية. والأهم إن صوت الضعيف حتى لو طالع من جسم بيتفتت ممكن يغير العالم كله.